أحيانا في ناس بتفقد الشغف، وأحيانا في ناس بتستسلم، وفي ناس نسيت الحلم تماما. العقبات لهيته والناس السلبية أثرت فيه، ومشكلته إن هو صدقه. كل اللي احنا فيه النهاردة كان مجرد فكرة، كانش في حاجة اسمها طيارة، عربية، موبايل. كل دي كانت مجرد فكرة وحلم بره الصندوق. وبرغم إن هو كان حلم غير منطقي، وبرغم العقبات وبرغم السلبية، إلا إن هما كانوا فاضلين مصدقين. الناس كلها كانت بتتأقلم مع الوضع الحالي، إلا هما دايما بيدوروا على اليسر وعلى التطور. زمان كانوا بيولعوا النار بالحجارة، ده بالنسبة لهم قمة التطور ومستمتعين بيه جدا. تخيل لو كانوا اكتفوا بكده. ولكن دايما كان في ناس مختلفة عندها أحلام تبدو غريبة غير منطقية، لدرجة إن الناس كلها شككت فيهم. مستحيل. ربنا دايما بيصطفي ناس مختلفة مميزة، وبيزرع فيهم أحلام هم أهل للحلم ده. زي مثلا توماس إديسون، كان عنده حلم واحد بس، إن النور يدخل في كل مكان، في البيوت، في المدارس، في المصانع، وإن الناس تعرف تكمل شغلها بالليل. كانت الشمس بتختفي، الدنيا بتضلم تماما، ووقتها كانوا بيعتمدوا على الشمع وعلى لمبات الغاز ومصابيح الزيت، وده كان بالنسبة للأماكن الكبيرة مكلف جدا، وبرضه الإضاءة ضعيفة، ومش أي حد يملك الرفاهية دي. الناس قالت له أنت بتحلم وبتضيع وقتك وبتضيع فلوسك. زي برضه اللي كان نفسه يعمل طيارة، اللي هو طيارة إيه؟ أنت بتهزر؟ أنت أحلامك سرحت بيك خالص. نفسه يعمل طيارة، قال. تخيل لو كانوا صدقوه. وهل واجهوا عقبات؟ ده الطبيعي، أديسون فشل 1000 مرة، ولكن ربنا ما بيزرعش الحلم في أي حد. الغريب إن المشترك بينهم كلهم إن هم شايفين إن هم يقدروا يحققوا الحلم ده برغم السلبية والعقبات، وبرغم إن هو فعلا غير منطقي. في ناس أحلامها واصلة للسماء، دول المختارين. زي ما ربنا بالظبط بيختار الرسل، ربنا اختارك. الحلم اللي ربنا زرعه فيك أنت أنسب واحد ليه، لأن مفيش حد بياخد ذرة من العلم إلا لما ربنا بيأذن له. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طالما الفكرة نورت في دماغك، اعرف ان ربنا اختارك، ولو مشيت ورا الخيط هتوصل. وطول ما نيتك خير، ربنا اللي هيتكفل انه يزرع فيك الاحلام المناسبة لعقليتك. ربنا وضع في الانبياء احلام معينة هم اهل ليها. ولما نيجي نبص على عقلية سيدنا موسى مثلا عليه الصلاة والسلام، قال لا ابرح حتى ابلغ، مش هوقف الا لما اوصل. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. نفس الإصرار، نفس عقلية العظماء. ربنا ما بيختارش أي حد، وعلى حسب عقليتك ربنا هيزرع فيك أحلام معينة مناسبة ليك، ولو مشيت ورا الخيط فعلا هتوصل. ربنا شايف إنك أكفأ واحد بالحلم ده. فلو أحلامك تبدو نوعا ما غير منطقية، شبه مستحيلة، كل الحكاية إن أنت اللي مختلف، عقليتك مختلفة. فربنا اختارك واختار لك الحلم المناسب ليك. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يصطفي الفعل مضارع، ما زال الاصطفاء مستمر. وهنا ربنا بيزرع فيك الحلم، وفي الحقيقة هو أتاح لك بعلم وبرزق معين أنت تستاهله. والفكرة نورت في دماغك من بين ملايين الناس، وجات لك على شكل خيط، على شكل فكرة. كل اللي عليك امشي ورا الخيط ده. فكان رد عقلية العظماء دايما لا أبرح حتى أبلغ، وكلهم وصلوا فعلا. الحلم هو هبة من ربنا ومقدرة ليك لو كملت وراه. ربنا شاف من وسط ملايين الناس ان انت الانسب للهبة دي والمكافأة دي. لو كملت ورا الخيط هتوصل. ولازم ان انت تتفادى العقبات والعقليات السلبية. بنسبة 99.9، كل اللي حققوا احلامهم، كل المحيطين بيهم قالوا لهم مش هتقدروا وهتفشلوا ومش هتعرفوا تعملوا حاجة. بيتكلموا على اساس عقلياتهم هم وامكانياتهم هم. عشان كده ربنا ما زرعش فيهم هم الحلم ده. ربنا اختارك انت. صدق ربنا وما تصدقهمش. اديسون فضل يحاول 1000 طريقة لحد ما وصل. وليه مقولة مشهورة قوي، انا ما فشلتش 1000 مرة، انا بس عرفت 1000 طريقة غلط. احيانا العقبات بتستنزف، واحيانا السلبية بتأثر، ولكن طول ما عينك على الهدف هتوصل. لو عينك بعدت عن الهدف ونسيت حلمك، هنا المشكلة. عربية الإسعاف بتبقى خارجة عندها هدف واحد بس، إن هي توصل للمكان ده، توصل للهدف ده. لو في عقبة ظهرت، في زحمة ظهرت فجأة، بيتصرف، عينه ما بيتغيبش عن الهدف. أنا مش هقف أحل المشكلة، أنا هحاول أتفاداها بأي طريقة. وعشان كده دايما بيوصل. لو كانوا صدقوا السلبية وقتها واستسلموا للعقبات، كانت أحلامهم اتدفنت معاهم، كانوا ضيعوا الهبة اللي ربنا اداها لهم. لو سيدنا موسى كان استسلم للعقبة ما كانش وصل. لو سيدنا محمد صدقهم ما كانش القرآن وصل لنا النهاردة. ولكن ربنا أعلم في من يضع رسائله ومواهبه. ربنا عارف إنك قدها. لو كان اديسون استسلم بعد 900 محاولة غلط، كان زماننا دلوقتي كلنا عايشين في الضلمة، كلنا ما زلنا بنقول مستحيل. فأيا كان الحلم اللي ربنا زرعه فيك، اعرف انك قده. ربنا اختارك من وسط الملايين واصطفاك واداك الهبة دي، واداك الخيط على شكل حلم. فالاستسلام للعقبات وتصديق الناس السلبية، وتقرر ان انت تختار حياة عادية، كل ده المفروض يتمسح من القاموس تماما. لو ما كنتش قدها ما كانش اختارك من الاول، وما كانش زرع فيك الحلم ده من الاول. كل اللي عرفوا يحققوا احلامهم كان عندهم نفس العقلية، لا ابرحوا حتى ابلغ. وزي ما اديسون عمل، لو الطريقة دي ما نفعتش هجرب طريقة تانية، مش هجرب نفس المفتاح هو مرتين. لو الطريق ده مشيت ولقيت اخره مسدود، مش همشي في الطريق ده تاني، لان انا هلاقي نفس النتيجة. الغريب ان في ناس من اول محاولة، من اول مفتاح. لان من ضمن الكنوز اللي ربنا بعتها ان هو عرفنا اسراره، وعرفنا ازاي بيدير الكون، وبعت للجنس البشري اخر رسالة تساعدهم، ولكن نوعا ما الرسالة مشفرة، اللي هيقدر يفك شفرتها من اول مرة. ففهمناها سليمان، ربنا اللي هيدلك بنفسه على المفتاح.
اليسر اللي الناس كلها بتسعى له وبتحاول ان هي توصل ليه هيلاقيه على طبق من ذهب. ربنا بعت رسالتين: ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا، اليسر والتطور اللي انتوا بتدوروا عليه، وفتح باب للمنافسه. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. في ايدك تجرب 1000 طريقه لحد ما توصل، وفي ايدك من اول محاوله. النبي اذا خير بين امرين اختار ايسرهما، طالما الاتنين بيوصلوا لنفس الهدف بيختار الاسهل. النبي ضيع من عمره 23 سنه عشان القران يوصلك النهارده. حرفيا انت في ايدك كنز لو عرفت قيمته. اوعى تكون من اللي جعلوه وراء ظهورهم وتضيع كل التعب ده على الفاضي. واهم حاجه ما تسمحش للسلبيه وللعقبات ان هي تنسيك حلمك وهدفك. وما تحاولش تحل العقبه، تفاداها. وبرضه ما تحاولش تقنع الناس السلبيه، برضه تفاداهم. وطالما ربنا زرع فيك الحلم ده اعرف ان انت فعلا قده، ولو كملت ورا الخيط هتوصل. ايا كان هتختار الطريق السهل او الطريق الصعب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ودايما خليك زي عقلية العظماء: لا أبرح حتى أبلغ.